بما اننا مقاطعين للهامبرجر اجي اختي نصايبوه في الدار. كيجي رائع البنات، خصوصا هاد الخبيزات غينفعوكم بزاف في شهر رمضان. غادي تعمروهم باي حاجه بغيتو، كيجيو بحال الخبز ديال البانيني، كيجيو واعرين بزاف بزاف بزاف. تقدروا تعمروهم باي حاجه بغيتو. انا درتهم في البانيني، داكشي علاش ما دهنتهمش بصفار البيض، حيت عارفه راسي غنحمرهم في البانيني، بغيتهم يجوني بهذا الشكل. فبالنسبه للمقادير، غناخذ قصريه غندير فيها نص كيلو ديال الفورص، يعني جوج جبانيات عامرين مزيان ديال الفورص، مع بيضه كامله، معلقه عامره مزيان من الخميره ديال الخبز، معلقه عامره مزيان من السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الملح ما تكونش ممتلئه بزاف بزاف. غندير معلقه ديال الزبده، كلشي في خطره وحده. غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب. انا الكميه الاخرى غندهن بها من بعد. وغادي نضيف كاس ديال الماء. غنجمع، غندير كلشي خطره وحده. داك نص كاس ديال الحليب مع الكاس ديال الماء اللي يكونوا دافين بطبيعه الحال، وغادي نعجن. غنعاود نضيف الماء اللي هز ليا ربع كاس. انا عمرت كاس، ولكن راه كتشوفوا خدمت غير بربع كاس. في المجموع عندي جوج كيسان، كاس وربع ديال الماء مع نص كاس ديال الحليب. غنعجن العجينه ديالي مزيان، وغادي نغطيها ونخليها ترتاح على خاطرها حتى كتخمر مزيان مزيان مزيان. من بعد مني كتخمر، انا كنشدها كنعجنها واحد شويه، كنحيد منها داك الهواء، وكندهن ايدي بشويه ديال الزيت، غير شويه ديال الزيت باش ما تلتصقش ليا. وغادي نخرج واحد الكويرات. غندير كويرات في اللاطه اللي نكون داهناها بالزيت، اولا ندير فيها ورق الزبده. كرات نتوما تتحكموا فيهم، واش بغيتوهم كبار ولا صغار. انا درت الهامبرجر ديالي كبير، نتوما تقدروا ديروا غير كرات صغار، يعني كيرجع لكم الاختيار. من بعد منين نكمل الخبيزات ديالي كاملين، غنقرصهم واحد شويه، نورك عليهم نقرصهم واحد شويه، وغادي نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. مني كيتضاعف الحجم ديالهم، انا دهنتهم بالحليب حيت بغيت نديرهم في بانيني ويجيني بانيني، يعني يجيوني بحال الخبز ديال بانيني. نتوما الا بغيتوهم هامبرجر فغادي نديروا اصفر البيض، صفار بيضه مع قطرات من الحليب، ودهنوهم وترشوا عليهم اي حاجه بغيتو، زنجلان اللي بغيتو ترشوا عليهم من الفوق كتزيين. غادي نطرشوا. من بعد الفران كيكون سخون من قبل. طيبوا الخبيزات ديالنا على نار اللي هي متوسطه غاديه المهيله، ماشي مجهده بزاف، وكنخليوهم حتى كيطيبوا كيتنفخوا. من بعد مني كنخرجوهم من الفران، ضروري اننا نغطيوهم غير بمنديل عادي حتى كيرجع ليهم داك الصهد وكيبردوا. شوفوا هنا غطيتهم هنايا، من بعد تبارك الله كيفاش كيجيو قطنيين. شوفوا كيجيو رائعين البنات بزاف بزاف. تعمروهم باي حاجه بغيتو، اي حاجه. انا هنايا درتو على شكل هامبرجر، ولكن درتو في البانين حيت بغيتو يجيني محمر فيه ديك التحميره تاع البانيني. هنايا شويه ديال الكفته اللي درت ليها العطريه وطيبتها في المقله. خديت شويه ديال الخس، شويه ديال المطيشه، قطعت المطيشه رقيقه، الخس حتى هو غسلته مزيان وقطعته. عندي الفرماج حمر حتى هو، كاين اللي حكيته وكاين اللي خليته هكا طروفه. وصايبت الصوص ديالي عاديه اللي درت فيها بيضه كامله مع دريز ديال الثومه، شويه الملح، شويه البزار، شويه ديال القزبر كارم مطحون، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الخل، وطلعتهم بالزيت. كنديرها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان. الوقيته اللي كنبغي نخدم بها كندهن شويه من هذيك الصوص. كندير الخص مطيشه، الكفته كنعاود نزيد الخص اولا مطيشه، كندير طريف ديال الفرماج اولا هذاك اللي حكيت، يعني بحال نفس النتيجه. بقيت حتى كملت الكميه ديالي كامله. من بعد درتها في بانيني، خليتها واحد الخمسة ديال الدقائق وهي في البانيني حتى داب ليا داك الفرماج وتعلق. وقدموها مع العصير او مع اي حاجه بغيتو، راه كيجيو واعرين البنات هاد الخبيزات، خصوصا هكا يديوهم للوليدات المدرسه كفكره في رمضان، علاش لا الغدا. وهادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وبالصحه والراحه، ورمضان مبارك كريم.